ازاي توزع ميزانيتك ما بين جذب عملاء جداد والحفاظ على العملاء الحاليين؟ لو بتركز بس على جذب عملاء جداد فانت بتحرق فلوسك، ولو بتركز بس على العملاء الحاليين فانت بتقتل نمو مشروعك. المعادله الصح هي انك توازن ما بين الاكوزيشن والريتنشن. بس ازاي؟ الفيديو ده بقى هقول لك ازاي توزع ميزانيه التسويق بتاعتك بشكل ذكي علشان تضمن تدفق مستمر لعملاء جداد وتحافظ على اللي عندك من غير ما تخسرهم. اولا لازم نفهم الفرق ما بين الاكوزيشن والريتنشن. الاكوزيشن معناها بالعربي انك تجذب عملاء جداد، وانك تجيب عملاء جداد بيعتمد على الاعلانات المدفوعه في الغالب والتسويق بالمحتوى، وكمان الاعلان عند المشاهير اللي هم الانفلونسر. وطبعا الاكوزيشن ده ضروري علشان توسع السوق بتاعك وتزود المبيعات. طيب والريتنشن معناها ايه؟ معناها الحفاظ على العملاء الحاليين، يعني ازاي تخلي العميل يرجع يشتري منك تاني وتالت. وانك تحافظ على العميل علشان يشتري منك ده بيعتمد على خدمة العملاء بتاعتك، برنامج الولاء والتسويق عبر الايميل او حتى رسائل الاس ام اس ورسائل الواتساب. حتى الخلاصة هنا ان العملاء الجداد بيكلفوك اكتر، لكن العملاء الحاليين بيجيبوا ربح اكتر بجهد اقل. السؤال المهم هنا ازاي تقسم ميزانيتك ما بينهم؟ بص بقى، القاعدة العامة بتقول 60 ل 40، 60% لجذب العملاء الجداد و40 للحفاظ على العملاء الحاليين. لكن ده مش قرآن، ممكن النسبة دي تتغير على حسب طبيعة البيزنس بتاعك. فلو مشروعك لسه جديد ركز على 70% 80% للاكوزيشن علشان تجيب قاعدة عملاء كبيرة بسرعة. طيب لو عندك قاعدة عملاء قوية استثمر 50% على الريتنشن. طب ايه هي افضل استراتيجيات لكل نوع؟ بالنسبة لاستراتيجيات جذب العملاء، اولا انك تعمل اعلانات مدفوعة على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك وجوجل. ممكن كمان تستعين بالتسويق بالمؤثرين اللي هو الانفلونسرز ماركتنج، ولازم تركز على تحسين محركات البحث الاي سي او علشان تجذب ترافيك مجاني من جوجل. ومهم جدا تعمل حاجه بيسموها عروض التخفيض لاول مره اللي هي الفيرست بيرتشيز ديسكاونت علشان تجذب العملاء بسرعه. اما بالنسبه لاستراتيجيات الحفاظ على العملاء ممكن تعمل لهم حاجه بيسموها برنامج الولاء اللويالتي بروجرامز علشان العملاء يرجعوا يشتروا تاني. كمان ممكن تشتغل على التسويق عبر الايميل اللي هي الايميل ماركتنج او الاس ام اس للتذكير بالعروض. الخلاصه بقى التوازن الصح هو مفتاح النجاح. قول لي بقى في الكومنتات انت بتصرف اكتر على اي جزء حاليا، الاكوزيشن ولا الريتنشن؟ تحياتي.